انا مبسوطه قوي النهارده دراما بس كوينز. انا ساره وسلوى ومي مستضيفين النهارده دكتور شريف دهب، استاذ ودكتور النساء والتوليد في القصر العيني. دكتور بجد احنا مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده في دراما بس كوينز. يعني احنا عاملين غلطه في البودكاست ده، احنا المفروض كنا نسميه مش دراما بس كوينز، لان بجد الستات مش دراما، ولا الستات دراما غصب عنها. ضحك قوي. الاول ميرسي جدا على استضافتكم ليا. بس هو الحقيقه هي الدراما موجوده في حياتنا، وهي الستات دراما طبعا. طب بس غصب عنهم أكيد. يعني ايه الدراما؟ أيوة. عشان انا بشوف ان الستات دي اقوياء وما شاء الله حمولين وعندهم حاجات كتير قوي ممكن تخليهم فعلا دراما، بس بيحاولوا يطلعوا من ده غصب عنهم. هرمونات الستات اللي انت بتشوفها هي اللي بتخليهم يبقوا حساسين، اي حاجه تخليهم. يعني انا شخصيا يعني ما مسمياني خزان احزان من كتر ما انا اي حاجه بتعيط قوي بجد. هرموناتي يا جماعه طافحه. هو ديفنتلي الهرمونات ليها افكت على الايموشنز، وانا دايما بقول للستات ليهم يعني زي جفت كده، ان هو انا ارمي اي حاجه على الهرمونات. لا مش يعني موافقة. انا هقول بس انا موافقه شويه. يعني شوية كتير على فكرة. هي ديفنتلي ليها افكت، لكن ان انا ابقى انا عندي الحيطه اللي لما اعيط بدون سبب اقول دي هرمونز، وان انا اتنرفز اقول دي هرمونز. طب ما الناس كلها كده، حتى الرجاله نفس الموضوع. بس هو الفكره انت قلتي جمله لازم نعلق عليها، ان الستات اقوياء، هم الستات اقوياء جدا. تمام. ودايما بقول لاي حد من الحوامل، دايما بقى الكلام ده بقوله لهم بس بوجهه للجوز عشان يسمعوا، هو اكيد بيبقى حي يعني. ايوه ده موضوع مهم. ايوه ان الرجاله ما تقدرش تستحمل ولا حمل ولا ولاده ولا طلق ولا تركيب لولب ولا دوره. انا لو جالي دوره يوم واحد هنتحر اصلا. طب ازاي عرفت وانت عمرك ما حسيت الاحساس؟ يعني انت راجل، عرفت ازاي الوجع؟ لا، لان انا بالنسبه لي لما بشوف عيان بعيد عن الحمل والولاده، راجل وعيان ست، دايما بشوف ان اللي بيبقى صعبان عليه نفسه اكتر الراجل. يا حرام. ايوه زي الراجل لما بيجيله برد، يا نهار اسود على البيت كله ان الراجل جاي له برد، حد يجيب لي شوربه وحد يجيب لي حاجه سخنه بالظبط. لكن كده الست بتبقى طبعا عادي. هو اكل عيشي، بس انا مش باجي في صف الستات عشان الموضوع ده، انا بتكلم كلام حق دلوقتي. لا والله ده ان حق الستات فعلا اقوياء، بس الرجاله اقوياء في حاجات تانية برضو. يعني ما ينفعش الست تحس انها مزنوقه ماديا، او تحس ان عليها بريشر من ضرايب وشغل و الراجل بيبقى اقوى في الحته دي على ما اعتقد. صح. برضو احنا نقدر نقول ان الستات يواجه الضرايب في الالام، لكن الستات الرجاله اقوى بقى في الماديات. ايوه بس يا دكتور ومفيش بيزك رول يعني. انت برضو يا دكتور معظم الستات اللي بتجيلك بيبقى عندهم دايما جايين لك في فترات فيها هرمونات قوي وكده، بس الرجاله كمان عندهم هرمونات صح؟